وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ازيكم؟ انا عمر عزازي، مدرس واستشاري جراحات الذكوره بكليه الطب جامعه القاهره. خليني افكركم زي ما بقول كل مره ان الحلقات دي مش تفسير قرآني، ولكنها بتتكلم عن الجانب النفسي والتوعوي في العلاقات الزوجيه من جانب خبرتنا في الذكوره واللي بنشوفه في العياده عندنا كل يوم. الآية دي بتتكلم عن مرحلة متقدمة شوية في الخلافات الزوجية، لما يحصل شقاق يعني خصام وانقسام حقيقي بين الطرفين. هنا في آلية واضحة ومسطرة واضحة للحل، حكم من أهله وحكم من أهله، ناس عقل حكيمة من الدايرة القريبة، غرضهم وهدفهم مش التشهير والفضيحة وشفت، هدفهم الإصلاح فقط. وبعدين بقى الشرط المهم جدا، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. يعني توفيق مش سحر، هو مرتبط بنية الطرفين للإصلاح. ويمكن النقطة دي مهمة جدا جدا ومش بتفارقني في أي عيادة. ليه؟ لأن بوضوح لما يبقى فيه خناقات ومشاكل، مين الفيصل ما بين الناس؟ مين المسطرة؟ لازم يكون في فاصل واضح نحتكم إليه. الأول زي ما اتفقنا قبل كده، انتوا ستر وغطا على بعض، مودة ورحمة، خلي الكلام ما يخرجش بينكم، حاولوا تحلوها، حاولوا ما نوصلش لشرخ. طب ما تيجوا نشوف واحدة واحدة، يمكن يكون في حد فينا غلطان، هاتها ونتكلم ونشوف، من غير فضيحة ومن غير ما انت تروحي لأهلك وتفضحي عند كل أهل البلد وهو يروح. طب ليه؟ ليه الكلام ده كله؟ بس النقطة ما وقفتش عند كده، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. دي بقى نقطة في قمة الأهمية. ليه؟ لأن في كلمتين مشروطين. أول شرط إن يريد إصلاحا، يعني لازم يريد الطرفين يكون بيسعوا للحل، ما يكونش في واحد فيهم مستقصد التاني وبيسعى للمشكلة. خلاص ساعتها للأسف مش هيبقى في حل. وده للأسف الشديد بنشوفه كتير في العيادة، ويمكن ببدأ بيه كلامي إن هو انتوا فعلا ناويين تتحلوا؟ طب احنا لو الموضوع فعلا فيه ضعف شديد وفيه مشكلة شديدة وعملنا عملية الدعامة، هل بعديها المشكلة اتحلت؟ ولا هو في سبب تاني أصلا واحنا عاملين بروجيكشن ومحولين الموضوع لمشكلة الضعف وهي مش هي الأساس؟ ودي قلناها كتير، لو الاتنين بيدوروا على الحل ف100% في حل. لكن لو واحد بس بيسعى للمشكلة، للأسف مش هيكون في حل. لازم الشرط يكون موجود، إن يريد هما الاتنين إصلاحا، فساعتها بقى 100% يوفق الله بينهم. وده بنشوفه عندنا في العيادة كتير، بالذات في حالات ضعف شهر العسل وغيره من الحالات اللي ساعتها بسأل الزوجين، هل لو ركبنا الدعامة الطرف الآخر هينبسط؟ ولا في شرخ من نوع آخر موجود والضعف ده كان مجرد وسيلة للتعبير عن الغضب، وإن برضه بعد العملية مش هننبسط عشان كان في إساءة، كان في إهانة أو تعدي، أو في مشاكل واختلافات في الطباع، أو في حاجة في الهيئة محتاجة تتهندم ونهتم بيها. الحاجات دي بيكون تشخيصها وعلاجها وحلها بنفس أهمية علاج الجانب العضوي، عشان نحاول نلحم الشرخ اللي حصل ونرجع المية لمجاريها بالمواجهة مش بالهروب، وما نعملش بروجيكشن لمشاكلنا الحقيقية على مشاكل وهمية. طب لو للأسف مفيش نصيب، ده بقى اللي عايزين نتكلم عنه الحلقة الجاية. كل سنة وانتم طيبين.